معكم دكتور محمد محروس. أنا بعمل مجموعة حلقات اسمها إزاي تساعد مصر، وأتمنى إن ده يكون شمعة ممكن تنور الطريق. السادة الموظفين وحكام مصر في كل الأماكن والمجالات، أهدي احترامي وتقديري على اللي بتحاولوا تعملوه عشان مصر وتنمية مواردها وجذب الاستثمار الخارجي لها، رغم وجود أزمات دولية واقتصادية في دول كبيرة زي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا بيعانوا زينا وأكتر، وانتوا بتأدوا مجهود مشكور طبقا لإمكانيات انتوا عارفينها أكتر مننا. السنين العجاف اللي نمر بيها والحرب الاقتصادية المقصودة عشان الكيان يجبرنا على غلطه، وبنقاوم وبنعاني، ده حقيقي. وكل أشقائنا في المنطقة تقريبا تعاونهم معانا ضنين جدا. صعب جدا أي استثمار يدخل بلد عندها مشاكل مع المستثمرين الداخليين، والمنطق أما ولاد البلد بيهربوا بره باستثماراتهم، ليه المستثمر الخارجي يجازف؟ عندي شوية أفكار، وأنا قبل الفيديو ده قمت بتسجيلها في مجلس الوزراء بأبحاث منفصلة وليها دور في الفحص طبعا، وقلت يمكن تساعد حضراتكم، وأتمنى تفكير فيها لصالح الناس، يمكن يشجعهم على الاستثمار داخل الدولة بدل لجوء الاستثمارات في دول زي الإمارات أو قبرص أو تركيا. وكمان في رقم مهول من الاستثمارات المصريين في العملات الرقمية والبيتكوين اللي غالبا غير آمنة. وعشان الموضوع يكون مختصر، لازم نصرح الناس بشكل أو بآخر بحقيقة الأزمة اللي احنا فيها وبوضوح، ومتخصصين يشرحوا ده بصدق وببساطة، ونعمل حزمة قوانين تشجع الاستثمار الداخلي. هنتكلم في الحلقة دي عن أزمة الغذاء، ولازم نوضح إن مصر تقدر تستثمر في الزراعة، ومهم نعرف إن عندنا بدايل لمية النيل اللي لو عرفنا نحول الري من غمر لرش وتنقيط ممكن نزرع ضعفين المساحة المزروعة. وهنوضح ازاي وفين مصر عندها مجموعة أماكن على سبيل المثال للحصر، زي مناطق الفرافرة والمغرة وغرب المنيا وغرب أسيوط والفيوم الغربي، دول حوالي فوق 1,000,000 فدان، وده ممكن نغطي رياها من خزان الحجر الرملي النوبي اللي بيحتوي على حوالي 150,000 مليار متر مكعب من المية. الواحات البحرية وهي مساحة بتزيد عن 300,000 فدان، ودي ممكن نغطي رياها ب20 مليار متر مكعب برضه مياه جوفية. تشكي 540,000 فدان، ودي ممكن نغطي رياها من 15 ل20 مليار متر مكعب برضه مياه جوفية. شرق العوينات حوالي 220,000 فدان، ودي ممكن نغطي رياها بحوالي 40 مليار متر مكعب من المياه الجوفية. سينا فيها حوالي 30,000 فدان في الشمال، و70,000 فدان في الوسط، و10,000 فدان في الجنوب، ودي ممكن نغطي رياها بمليارات الأمتار المكعبة من المية والأمطار اللي بتميز بيها. وبدل ما نطرح الأراضي الزراعية بأسعار غالية عشان المصريين ياخدوها ويتكلفوا إجراءات فظيعة عشان يتملكوها، إحنا ممكن نعمل ولاية الأرض الأول لجهة ما وحدها، ومحدش ليه عليها أي تصاريح أو موافقات، زي وزارة الزراعة أو وزارة الاستثمار أو الهيئة الهندسية. المهم إن المواطن ما يروحش 20 جهة، ونطرح الأرض مجانا للناس مقابل زراعة مساحة مماثلة للدولة، بمعنى إن الشخص اللي عاوز 20 فدان ياخد 40 فدان، 20 ليه و20 للدولة بنفس المحصول والكيفية، والدولة تختار المساحة الأفضل وتكون للدولة، والتانية المزارع اللي هيتملكها بمجرد ما يخلص زراعتها ويدفع عنها ضريبة زراعية 20% مثلا من محصول لمدة 5 سنين، وبنخليها متماثلة عشان الدولة تقدر تبيعها بالسعر المناسب بعد استصراعها. وممكن نستثمر كمان الطرق اللي بنيتها الدولة لأكثر من 185,000 كيلومتر، وبتشمل شبكة الطرق الرئيسية والطرق الفرعية، وليه على جانبين حرم الطريق والجزيرة الوسطى بمتوسط مساحة 400 متر، وهي ملك وزارة النقل، وبتكلف الوزارة مية عذبة ومقاول بيراعيها ويبيعها لنا برقم ما،
وعمالة وكيماويات زراعية عشان تزرع فيها فواصل للطريق من أشجار ليس لها أي قيمة غذائية. إيه المانع إننا نأجر الأرض دي للشباب من المناطق المجاورة برقم بسيط، مثلا 2000 3000 جنيه في السنة، بشرط زراعة محاصيل حقلية معينة: قمح، شعير، فول، عباد شمس، ذرة، أعلاف، برسيم حجازي أو فول صويا أو بونيجام في الأراضي المالحة. وده هيشغل ناس كتير جدا ويزرع حوالي 30 مليون فدان على طرق مصر كلها في ثواني، وهيدي الجهات المالكة استثمار سنوي ما يقلش عن 9 مليار جنيه، وهيحرس أرضها من أي تعدي، ويوفر للدولة عملة صعبة كتير جدا من فلوس الإعلاف والزيوت اللي بنشتريها بالعملة غير المحلية. وكمان الأراضي الزراعية اللي بتتبور نتيجة الإهمال أو الاستخدام غير السليم، بما في ذلك تحويلها لأرض بناء أو مشروعات أخرى. وفقا لآخر تقرير، احنا بنفقد سنويا من 50,000 ل70,000 فدان من أراضي الممتازة في الوادي القديم، اللي بيتمتع بأحلى أرض في مصر، واللي الجمعيات الزراعية في مصر عندها حصر بيها أدق من أصحاب الأرض نفسها. السادة المسؤولين يعملوا محاضر الأراضي غير المزروعة والأراضي اللي بتتبور بإلقاء ردم فيها ومخلفات مباني، وتتصادر إداريا بواسطة وزارة الزراعة، وتتأجر بنص سعر الفدان في المنطقة لحساب المالك بعد دفع المصاريف الإدارية للجمعيات الزراعية اللي قام بالإيجار. وكمان قرار من مسؤولي الزراعة في مصر إنهم يجبروا كل مزارع يورد 5% من مساحة الأرض أعلاف تتزرع على المراوي والمصارف وحواف الأرض، الحاجة بنسميها احنا كده العظم في الفلاحين، بدل البوظ والحشائش اللي بتستخدم مية بس. ونعفي من ده المزارع اللي بيربي مواشي أو دواجن طبقا للمساحة، وبكده هنمنع الناس إنها تبور الأرض، ونشجع الفلاح إنه يربي مواشي ويزرع أعلاف عشان نزود ثروة حيوانية ونرخص سعر الأعلاف والإنتاج الدجني الحيواني. ويا سلام لو قدرنا نرجع الدورة الزراعية، لأن المزارعين بيزرعوا فقط المحاصيل اللي إيجارها عالي زي الفراولة والموز وغيرها، لكن ما حدش بيزرع محاصيل استراتيجية نهائي، الأمر اللي زود أسعارها وبقينا بنستوردها بس، وممكن تكون بشكل متوازن، حتى بقى نص الأرض تتزرع طبقا للدورة الزراعية والنص التاني للمزارع طبقا لرأيه، ويكون في المقابل الدورة الزراعية دي دعم مالي أو دعم فني وكيماويات مدعومة. وكمان المحافظات كلها فيها إدارات زراعية ومساحات ضخمة من الحدائق مزروعة بالنجيلة وأشجار الفيجاس والغرقد والبازروميا وأنواع الصبار اللي بياخد مية كتير بلا أي فايدة في كل شوارع مصر من قرى ونجوع، وحتى العواصم الإدارية الجديدة والمدن الجديدة. إيه المانع إننا نأجر للشاب فدانين لكل شاب يزرعهم محاصيل زيتية زي عباد الشمس، وبعدين ذرة، وبعدين فول صويا، أو أشجار مثمرة بدل أشجار اللي بتشيل حشرات فقط. الكلام ده مش اختراع، معمول بيه في دول كتير، وده هيوفر زيوت كتير طول السنة لأنها أزمة كبيرة. وما ننساش إن في إدارات زراعية في كل محافظة ليها موظفين ومهندسين، وكمان بتصرف لهم كيماويات كتير من غير أي عائد. النهارده اتكلمت عن جزء بسيط من الامكانيات المصريه اللي ممكن نديرها بشكل كويس او بمنتهى البساطه، اللي مش هتتكلف الدوله جنيه واحد، بل بالعكس هتدير الربح كويس الدوله، وهتقلل البطاله اللي بقت سلاح بيهدد كل المصريين وبتكره الجيل الصغير في البلد. الحلقه الجايه نكمل ممكن نعمل ايه لمصر، وربنا يخلينا دايما نفكر مع بعض. انا عارف ان في ناس هتقول ان محدش هيسمع ولا حد هيعمل، دورنا نحاول ونتأكد انه هيحصل، علينا السعي وعلى ربنا تكليل سعينا بالنجاح.